كل عمل وكل طاعة تقرب من الله عز وجل، فهذه نعمة تستوجب منا الشكر وتستوجب منا أن نجتهد في هذا الموسم المبارك في شتى صنوف الطاعات حتى إن شاء الله نكون ممن نال التقوى ونال الأجر والثواب من الله عز وجل. في بداية هذا اللقاء يطيب لنا ويسعدنا أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا، مرحبا بك وبالمشاهدين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على صيام هذا الشهر وقيامه، وأن يجعلنا من أهل الطاعات فيه، وأن يرزقنا فيه التقوى التي هي المحصلة أو المقصود الأسمى لهذا الصيام. ونقول للمشاهدين والمشاهدات كل عام وأنتم بخير. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم المشاهدون والمشاهدات. حلقتنا هذه في برنامج فاسألوا أهل الذكر مخصصة لاستفتاءات الإخوة والأخوات المشاهدون الكرام، فإن شاء الله تعالى سوف نتطرق إلى العديد من الأسئلة المتعلقة بفريضة الصيام وما يتعلق بها. في فاتحة هذه الأسئلة تقول إحدى الأخوات: انقطع دم الحيض في اليوم الرابع وأصبحت صائمة في اليوم الخامس، ولكني لم أغتسل في اليوم الرابع واغتسلت في اليوم الخامس، هل صومي صحيح أم يجب علي الاغتسال في اليوم الرابع؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا السؤال فيه تقريبا أكثر من شق، أو فيه شقان. الشق الأول له علاقة بالصلاة، والشق الثاني له علاقة بالصيام، ولا بد للسائلة أن تنتبه إلى هذا الموضوع. بالنسبة للصلاة، بمجرد أن تطهر المرأة، مجرد أن تطهر المرأة تنظر إلى الوقت الذي طهرت فيه، لأن موضوع الصلاة له علاقة بطهارتها. إذا كان مثلا الوقت الذي طهرت فيه هو بقية وقت الظهر، ولكنها لم تغتسل أو دخلت في الغسل ودخل عليها العصر، هنا يلزمها أن تصلي الظهر وتصلي العصر، وواجب عليها أن تبادر بموضوع الغسل لإدراك الصلاة. هذه مسألة مهمة. لكن السائلة على كل الآن ما أعرف ما الذي دفعها لأنه والله تؤخر غسلها إلى اليوم الخامس. هذا على كل ستؤدي إلى ضياع الصلاة طبيعة الحال، ولذلك ننبه إلى أن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذا جانب. بالنسبة للصيام وضعها منفصل. يعني مثلا الصيام إذا فرضنا أن والله هي طهرت في عصر اليوم الرابع، ستبدأ الصيام اليوم الخامس. وهنا نرجع إلى أن موضوع الطهارة لا علاقة له في موضوع الصيام. يعني يمكن أن تدخل في الصيام وبنية الصيام حتى لو لم تكن طاهرة، سواء كانت من طهارة حيض أو طهارة نفاس أو كانت طهارة جماع أو اللي هي طهارة كل هذا تدخل في النية مباشرة. يعني هي مجرد أن طهرت، لو أنها طهرت مثلا قبل 5 دقائق من صلاة الفجر ولكنها لم تغتسل، تنوي مباشرة وتدخل في الصيام. أنها مثلا جامعها زوجها قبل 10 دقائق مثلا من طلوع الفجر، ودخل عليهم الأذان، كل هذا لا علاقة له بأنه طاهرة أو ليست طاهرة. الطهارة لها علاقة بموضوع الصلاة، لكن بالنسبة لموضوع الصيام مجرد أن تطهر لا بد أن تدخل، مجرد أن يدخل عليها وقت الصيام يلزمها الإمساك عن الأكل والشرب وسائر الأشياء. وبس نحن ننبه هنا لأنه هي لا تتساهل في التأخير بما يؤدي إلى ضياع صلاتها. أما الصيام ما في إشكال، يعني يمكن أن تواصل بما تيسر له. بارك الله فيكم. وهنا يسأل سائل عن حكم استخدام الحقن في نهار رمضان، الحقن المغذية يكثر فيها الأسئلة. خلينا نقول نحن الحقن بشكل عام. نعم. أخذ الحقن في نهار رمضان. الحقن هي نوعين. نعم. النوع الأول هو النوع العادي الذي يؤخذ للعلاج، سواء كان أخذ في العضل أو أخذ في الأوردة أو غيرها. ما هذا النوع لا حرج فيه، يمكن للإنسان أن يتداوى بما شاء من العلاجات الحقن المتاحة له.
إذا كان متيسر له أن يأخذ هذه الحقن ليلا فهو أفضل، يعني إذا لا يؤثر في علاجه ويمكن أن يأخذها ليلا بلا شك فالليل أفضل حتى يخرج من الإشكالات. أما الحقن المغذية هذه لها حكم الطعام، وكأن الشخص يحتال بأنه والله يمسك عن الطعام بالجوف ويأخذ نفس التغذية بالأوردة، هذا لا يجوز ويبطل صيامه، وإذا تعمد الإنسان ذلك فإن عليه الكفارة في هذا اليوم الذي أخذ فيه الحقن المغذية. بارك الله فيكم. شيخنا، هناك العديد من الأسئلة عن ما يتعلق بالتراويح، فلعلكم إن شاء الله تبينون في وقفة أهمية يعني هذه الشعيرة وخصوصيتها، وأنها حقيقة مما ينبغي أن يحرص المؤمن على القيام بها ويحافظ عليها. ثم هنالك الأسئلة في هذا الصدد. يقول سائل: هل هنالك فرق بين صلاة التراويح وقيام الليل؟ أولا نؤكد على أن هذا الشهر المبارك فرض الله صيامه وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه، يعني فالصيام واجب، والصلاة اللي هي صلاة التراويح في هذا الشهر سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في حياته بهذه الصلاة لمدة أيام معدودات، ثم خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض على أمته فتركها، ثم بعد ذلك أحياها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وظلوا يلتزمون بها، ولا زال المسلمون ملتزمون بهذه الشعيرة. عموما الإنسان عليه أن يحرص وأن لا يتساهل، لأن الصلاة في الليل هي شرف المؤمن، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني وشرف قيامه بالليل، شرف المؤمن قيامه بالليل. فلا بد الإنسان أن يحرص على الصلاة في هذا الشهر المبارك. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضل هذا القيام عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان. هنالك 3 أشياء مهمة جدا: قيام رمضان وصيام رمضان وقيام ليلة القدر، كلها كوفئت في الحديث بغفر له ما تقدم من ذنبه. فأنت إذا صمت رمضان إيمانا واحتسابا تحقق لك ذلك، إذا قمت رمضان إيمانا واحتسابا. والإيمان والاحتساب هنا بمعنى أن الإنسان يوقن بأن هذا مما شرعه الله سبحانه وتعالى، ومصدق في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ ذلك، ثم يفعل ذلك رجاء مثوبته من الله سبحانه وتعالى. الاحتساب وأن يرجو الإنسان ثواب ما يقوم به عند الله عز وجل، فهو لا يرجو من أحد شيء، إنما يحتسب أمر هذه الأمور كلها من الله سبحانه وتعالى. إذن أمامنا على كل هذه الفرصة الكبيرة للقيام إن شاء الله في هذا الشهر المبارك، ويروض الإنسان نفسه في قيام رمضان ليكون إن شاء الله له حظه من الليل في سائر العام. بالنسبة قيام الليل اسم أوسع من التراويح. يعني الآن التراويح هي السنن التي يؤديها الإنسان أو يؤديها المسلمون بعد صلاة العشاء، هذه تسمى تراويح، سواء كانت 20 ركعة ثم يوتر بعد ذلك، أو كانت 8 ركعات ثم يوتر بعد ذلك، وفي كل إن شاء الله خير وفي كل متسع، لأن كثير من الناس للأسف الشديد يجادل كذلك في هذه المسألة، يعني أيهما أصح، لكن كله ورد إن شاء الله عن الأمة والأئمة ال4 يعني تقريبا على قول أنه الصلاة في صلاة التراويح 20 ركعة، فلا نجعل من ذلك محل إن شاء الله للخلاف. ومن تمسك بالحديث أنه ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا فعله عليه الصلاة والسلام، فمن تمسك به أيضا لا حرج، لكن علينا أن ندرك الفارق الكبير بين هيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر من حيث طولها وطول قيامها وقنوتها وقراءتها وتلاوتها، فهذا الأمر مختلف. وبالتالي إذا كان هنالك تقليل في القراءة وتوسع في الركعات فذلك إن شاء الله لا حرج فيه. فهذه هي التراويح. النقطة الثانية عندنا شيء اسمه التهجد، وهو الذي يؤديه المكلف بعد أن نام قسطا من الليل، يكون نام قسط من الليل ثم يستيقظ بعد ذلك، فهذا هو هذا هو التهجد. يعني هنا التراويح تكون في البدايات، التهجد ينام ثم يستيقظ. أي شكل بعد ذلك من أشكال الصلاة ما بعد صلاة العشاء وراتبتها إلى طلوع الفجر، كل صلاة في هذا التوقيت تسمى قيام ليل. إذن قيام الليل المسمى الواسع يمكن أن يكون في رمضان وفي غير رمضان. التراويح تكون في رمضان،
التهجد يكون في رمضان وفي غير رمضان. فهذه تقريبا الأحوال التي إن شاء الله، ويمكن للإنسان إن شاء الله أن يزيد في القراءة، يطيل في القراءة، المهم كل ذلك متاح إن شاء الله. بارك الله فيكم شيخنا. هنالك أيضا من يتساءل، من لديه ربما يعني أعمال ويعني لا يستطيع أن يحضر مع الجماعة مع المسلمين في المساجد أداء هذه الشعيرة، فيقول هل مثلا أن إلى الفجر بحسب وقته في عمله إذا صلى متقطعا بحسب ما يجد من وقته، هل يكون بهذا قد يعني أدرك يعني حصول فضيلة التراويح والقيام؟ نعم، بس هنا ننبه إلى مسألة واحدة، وهي أن هنالك فضيلة قد تفوته بفوات الإمام الذي يصلي بالناس، وهو أن من كبر مع الإمام صلى معه العشاء ثم دخل معه التراويح وأتمها معه إلى أن يوتر ولم يذهب حتى ينصرف إمامه، فإنه قد كتبت له ليلة قيام ليلة. أيوة. لكن الناس ليسوا سواء، ليس كل الناس يستطيع الاستمرار، وقد يكون بعض الناس عندهم أعمال تجارية، قد تكون أعمال وظيفية، فيصعب للإنسان أحيانا، وقد لا يسمح له أيضا حتى أن يغيب عن مكان عمله. فهذا نقول له إن شاء الله بما تيسر لك، إن استطعت تأخذ مع الإمام بعض الركعات ثم تذهب، أو تصلي في مكانك بعض الركعات ثم تقسم بعد ذلك إلى أن تعود إلى البيت، فكل ذلك إن شاء الله متاح ولا حرج على المحسنين إن شاء الله. ما على المحسنين من سبيل إذا صليت بعض الركعات في أول الليل، وصليت بعضها في أوسط الليل، وصليت بعضها في السحور قبل أن يطلع الفجر، أيضا قمت بنصف ساعة صليت بعض الركعات ثم أوترت، هذا كله إن شاء الله متاح ولا حرج فيه. بارك الله فيكم. وهذا من باب اتقوا الله ما استطعتم، والإنسان يملأ وقته بحسب اليسار ويجتهد قدر الإمكان أن يكون له حظوة من سائر القرب في هذا الشهر الفضيل. شيخنا أيضا يرد سؤال بخصوص القراءة في التراويح من المصحف أم من يعني مما حفظ في صدره، ويأتي موضوع الموبايل أيضا، القراءة من الموبايل كالمصحف، يعني ممكن أن تكون يعني حكمها أو ماذا عليها؟ طبعا نحن هنا في هذا الموضوع نقول الأفضل، خصوصا في من يؤم الناس، الأفضل أن يقرأ من حفظه لا من كتاب ولا من موبايل، ولا هذا الأفضل. نعم. بلا خلاف، لأنه أكثر أدعى للتدبر، وأدعى كذلك لأن الإنسان يستجمع على الأقل وضعه، بدل أن يكون منشغلا بالموبايل أو منشغل بالمصحف ويكثر فيه الحركة. فعموما، وفيها كذلك تقديم لمن يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا تيسر للناس أن يقدموا حافظا، فالأفضل أن يكون الحافظ هو الذي يقدم، ولا حرج من يكون خلفه إذا لم يكون حافظا يمكن أن يمسك بالموبايل أو يمسك بالمصحف لتصحيحه. إذا لم يتيسر للناس حافظ، أو بعض الناس والله يريد أن يقرأ في بيته، يريد أن يصلي في بيته بنفسه أو بأسرته وليس بحافظ، فهذا إن شاء الله لا حرج عليه أن يقرأ من المصحف أو يقرأ من الموبايل بحسب ما يتيسر له، فإن ذلك إن شاء الله أيضا جائز ولا حرج فيه. بارك الله فيكم. شيخنا الفاضل، بخصوص يعني موضوع القي في الصيام وحكمه، ممكن الحديث في هذا أيضا، ورد سؤال بهذا الخصوص، تفضلوا. مسألة القي هي على ضربين. الضرب الأول أن يكون هو متسبب فيه، يعني استقاء، هو نعم. الذي أدخل، شعر بطمام، شعر بالتعب وكذا، فقام وتسبب في أن يخرج ما في بطنه، هذا بطل صيامه عليه القضاء، بطل صيامه عليه القضاء، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ومن استقاء فليقضي. الحالة الثانية أن يكون هنالك غلبة، الشخص ما تسبب ولكن غلبه القي، فهذا يحرص أن لا يبتلع منه شيء، أن لا يبتلع مما خرج من جوفه، ويحاول على كل أن لا يعود ما خرج ولو جزءا يسيرا منه، ولكن إن غلبه شيء فعاد فلا حرج، لكن الأفضل أو الأحسن له والأحوط أنه يحرص قدر الإمكان أن لا يعود إلى جوفه شيء، ولكن في حالة الغلبة يواصل في صيامه ولا قضاء عليه. بارك الله فيكم. في سياق أهمية أن الإنسان شيخنا يكون
في هذا الشهر يدخله بتوبة وبأوبة إلى الله عز وجل. ليتكم إن شاء الله تحدثوا مستمعين الكرام. فهنالك سائل يقول: أذنب فيعني أتوب ومن ثم أيضا أرجع إلى ما كنت فيه من الذنب. الفرصة عظيمة وكبيرة في هذا الشهر، الشياطين موصدة. لعلكم تحدثون مستمعين أو مشاهدين الكرام عن أهمية أن الإنسان يتخذ رمضان خطوة حقيقة جادة ليكون إلى الله أقرب، ويعني يثبت على خلال هذا الشهر أن يكون هذا الشهر بالنسبة له انطلاقة لتصحيح المسار. هذا أمر نحتاج أن نوجه فيه وأن نسمع منكم. بارك الله فيكم. من أعظم الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان هو أن يدخله الإنسان تائبا لله سبحانه وتعالى. والتوبة وإن كانت مطلوبة في سائر العام ولكنها في رمضان آكد، وفي رمضان أفضل، وفي رمضان أيضا يعان الإنسان، وفي رمضان تصفد الشياطين. فساحة التوبة في رمضان ومساحتها والقدرة على الاستمرار فيها لكثير من أهل المعاصي والذنوب الذين أخذتهم هذه الذنوب وأخذتهم السيئات، فهؤلاء كما قال الله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فعلى الإنسان أن يقبل في هذا الشهر المبارك بتوبة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى. والتوبة كما عرفها العلماء هو أن يقلع الإنسان عن ذنبه، وأن يعزم على أن لا يعود إليه، وأن يندم على أن ما فات من عمره بهذا الذنب فإنه يندم عليه، ويكون عنده الإصرار والعزيمة أن لا يعود. والرابع أن إذا كانت ذنوبه متعلقة بعباد الله سبحانه وتعالى عليه كذلك برد المظالم إلى أهلها. هذه هي التوبة على كل. والتوبة واحدة من الأبواب الأساسية المتاحة لهذا الإنسان في دنياه. يعني هذا الإنسان عندنا تقريبا 4 أشياء هي المتاحة لنا في هذه الحياة الدنيا. عندنا التوبة أولا، يعني من كل ما يتعلق بالذنوب سواء كانت كبائر أو صغائر، ثم الاستغفار وهو حالة من الوقاية يجعلها الإنسان بعد توبته كأنما يجعل حول نفسه السياج بأن لا تقتحمه الذنوب والمعاصي بعد ذلك. ثم عندنا ثالثا الحسنات الماحية، وعندنا المصائب المكفرة. يعني في هذه الدنيا تقريبا عندنا 4 أشياء تعتبر كلها مكفرات. ثم عندنا بعد ذلك بعد موت الإنسان عندنا مكفرات أخرى. لكن خلينا نقول الآن بأنه في هذه الدنيا من أعظم المكفرات للذنوب هو موضوع التوبة. تصور أن الإنسان يكون عاش 50 سنة على الذنوب وعلى المعاصي وهو ما جاي خبر، وربما حتى قضية الآخرة عنده ليست حاضرة بشكل قوي، ثم فكر في أمر نفسه وقال: والله أنا أريد أن أتوب. انظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد، يفرح به. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثالا، شبه الشخص الذي يتوب كشخص عنده ناقة أو عنده دابة، وعلى هذه الدابة طعامه وشرابه، ثم فجأة نام تحت شجرة وقد فقد دابته، فنام تحت شجرة واستظل تحت هذه الشجرة، وفجأة وهو قد يئس من البحث وليس أمامه شيء، وفجأة يلقى الدابة أمامه. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتوب إلى الله سبحانه كحال هذا الشخص، يقول: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كانت له دابة أو معنى الحديث ثم ضاعت عنه وعليها طعامه وشرابه، ثم وجدها وقد استظل تحت شجرة فقال: اللهم أنا ربك وأنت عبدي. أخطأ من شدة الفرح، وكان يريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فأخطأ من شدة الفرح. لاحظ هذه الحالة التي فيها هذا الإنسان من شدة الفرح. الله سبحانه وتعالى أشد من هذه الحالة عندما تؤوب إليه وترجع إليه وتتوب، مع أنك أنت فعلت الكثير، لكن الله سبحانه وتعالى يقول لك: والله أنا أجب، إن الله لا يغفر الذنوب، إن الله يغفر الذنوب جميعا ما دمت أنت تبت إلى الله ورجعت إليه. فالإنسان إن شاء الله من تاب الله عليه. لكن كما تفضلت بعض الناس سبحان الله ليست لهم العزيمة الكافية والإصرار القوي، ويضعف أمام الشهوات أو أمام الشبهات، فيصوم يعني يقبل قبل رمضان بتوبة، ويدخل في رمضان ثم يرجع بعد ذلك إلى نفس الذنب أيضا مرة أخرى. فأيضا هذا لا نقطع منه الأمل، نقول له لا بد أيضا أن تكافح وأن تصبر وأن تجاهد هذه النفس حتى إن شاء الله تستقر وتكون أكثر عزما إن شاء الله في الاستمرار على التوبة. والله أعلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير على هذا التوجيه وعلى هذا البيان. لعلنا نختم هذا اللقاء بسؤال آخر يتعلق بحكم لو نوى الإفطار برخصة
برخصة السفر ولكنه لم يفطر، هل يقضي؟ مسألة الإفطار بنية السفر، أولا لا بد أن ننبه أن موضوع السفر الإفطار لا يكون ما دام الإنسان مقيما. يعني الإنسان رخصة السفر تحديدا لا يبدأ في رخصة السفر إلا بعد أن خلاص يعني تحرك، ذهب إلى المطار، صعد إلى الطائرة، خرج من المدينة، هنا يبدأ في مسألة رخص السفر خاصة في موضوع الإفطار. لكن وهو جالس في بيته وناوي السفر لا يعرف ما الذي يعرضه، قد لا تطير الطائرة، قد يحصل تغيرات في الجو، قد يحصل لك سبب من الأسباب وأنت لا تسافر، فالسفر تأخذ برخصته عندما تبدأ عمليا في موضوع السفر. الأمر الثاني، إذا أخذ برخصة السفر فإنه يحل له بعد ذلك أن يأكل ويشرب لكن إيش السؤال؟ يعني هو أخذ برخصة نوى برخصة ولكنه لم أحسنت يفطر. هو نوى الإفطار بالسفر، نعم. ولكنه لم يفطر. هنا حالتين، إذا كان مترددا فلا حرج عليه، لم يعزم أو لم يجزم النية أو لم يعزم على أن والله هو خلاص، لكن لو عزم قال أنا خلاص أفطرت أو نويت الإفطار، بغض النظر نواه للفطر، نواه للسفر، نواه للأم، هو نوى الإفطار. الإمام مالك والإمام أحمد يعني المذاهب المالكية والحنابلة يرون بمجرد قطع الصيام بالنية بطل صيامه وعليه بعد ذلك القضاء. المتردد لا، متردد إلا أن يكون مثلا يقول والله يعلق الإفطار، يقول والله إذا وجدت ما أفطر عليه سأفطر، هنا لا حرج عليه. أو يعني إذا ربطها وعلقها بشيء، لكن إذا أو تردد. نعم. المتردد والذي يربطها أو يعلقها بشيء هذا لا حرج عليه، لكن الذي يقطع صيامه بعزم تام فهذا عند المالكية والحنابلة قطع صومه وعليه القضاء. أما عند الأحناف والشوافعة يرون ما دام أنه ما أفطر وغير نيته يواصل في صومه. هذه تقريبا بارك الله فيكم فضيلة الشيخ على هذا البيان وعلى هذا التوضيح، وجزاكم الله خيرا. ومن خلال قناة السلام الفضائية نشكركم جزاكم الله، ونشكر المستمعين والمستمعات، ونسأل الله أن يتقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات، حتى نلتقيكم في لقاء قادم إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.